السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في يوميات ام دهب وكنزي. يا ريت اول مرة حد بيفتح القناة ما ينساش يشترك في القناة وتفعيل الجرس يوصلكم كل جديد احنا بنعمله. يا احلى اخوات في الدنيا، الكومنت الجميل واللايك الحلو يا احلى اخوات في الدنيا. بالله عليكم كل اللي يتفرج على الفيديو يحط اللايك اول حاجة والمشاهدة كاملة يا اخواتي. طبعا زي ما انتم عارفين انا بحب الكومنتات بتاعتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني. النهارده يا حبايب قلبي قلت اصور لكم الغدا بتاعي. زي ما انتم عارفين عملت الغدا بتاعي الجميل ده يا احلى اخوات في الدنيا. عملت الشاورما الجميله اللي انتوا شايفينها ديت. شايفين الجمال والحلاوه دي؟ شاورما فراخ يا اخواتي، وجنبها ايه؟ طبق بطاطس اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا قلت اصور لكم الغدا. طبعا انا كنت حابه اقعد اتغدى قدامكم. البنات طبعا قالوا لي يا ماما النهارده ايه مش لازم نصور، احنا بنتغدى. فانا طبعا قلت اصور لكم الغدا بتاعنا عشان انا اتعودت اصور لكم كل حاجه انا بعملها. زي ما انتم ما شايفين الشاورما جميله. كنزي طلبت مني الشاورما يا اخواتي. انا بصي قربت لكم الكاميرا على الطبق. شايفين جمال الشاورما والحلاوه. طبعا الطبق بيتكلم عن نفسه مش محتاج اي كلام. كنزي طلبت مني شاورما فراخ، قمت فورا عملتها لها. اما صدقت طلبت مني شاورما اللي هي الفراخ. زي ما انتم عارفين كنزي ما بتاكل ولا لحمه ولا فراخ ولا سمك ولا الكلام ده خالص. لما صدقت طلبت مني فقلت اعمل لها الشاورما الجميله. عاوزه اقول لكم الريحه جميله، مش قادره اقول لكم على جمالها وحلاوتها والطعم بتاعها. ده النهارده يا اخواتي الغدا بتاعنا البسيط. زي ما انتم ما شايفين غدا كده بسيط على قد الايد. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب يا احلى اخوات في الدنيا. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتقولوا ايه رايكم في الشاورما بتاعتي الجميله. وقولوا انتوا بتحبوا الشاورما الفراخ ولا اللحمه ويعرفوني يا اخواتي. تمام. وطبعا الطبق طبعا بيتكلم عن نفسه زي ما انتم ما شايفين، مش محتاج اي كلام. يلا هستنى بقى الكومنتات بتاعتكم الجميله واستنى رايكم في الكومنتات. وعاوزاكم تشجعوا كنزي قولها ايوه كده كلي الشاورما فراخ وكلي سمك وكلي الكلام دوت عشان خاطر ايه جسمها يستفاد من الحاجات ديت. فانا طبعا طلبت مني قمت فورا عملت لها. ما كنتش مصدقه وكنت طايره من الفرحه وانا بعمل لها الشاورما الجميله ديت. عاوزه اقول لكم الشاورما جميله جدا جدا جدا، تستاهل بقكم يا احلى اخوات في الدنيا. ده غدا بتاعنا زي ما انتم ما شايفين بسيط ومتواضع. يا احلى اخوات في الدنيا. يلا بقى شجعوا كنزي في الكومنتات قولها ايوه يا كنزي اطلبي الحاجات دي من ماما وكلي لحمه وكلي سمك وكلي فراخ يا حبيبه قلبي عشان انت طبعا ايه جسمك يستفاد من الحاجات ديت. شايفين الغدا بتاعي؟ قولي رايكم بقى في الغدا بتاعنا يا اخواتي. ايه رايكم؟ شايفين انا بقرب لكم الطبق اهوت الكاميرا على الطبق. طبعا الطبق مش محتاج كلام. طبعا منظر الشاورما بتتكلم عن نفسها. اكيد طبعا انتوا شايفين المنظر. الطريقه بتاعتها سهله وطريقه جميله. وانا برضو هنزل لكم الطريقه كامله برضو بتاعتها ايه المقادير بتاعتها والمكونات بتاعتها في فيديو تاني يا اخواتي. طبعا انا قلت اصور لكم الغدا بتاعنا النهارده زي ما انا معودتكم بصور لكم غدايا فطوري يومي كل التفاصيل يا حبايب قلبي. بس محتاجه تشجيع منكم وتفاعل مع الفيديو واللايك الجميل يا احلى اخوات في الدنيا. اللايك السكر المسكر طبعا. اللي بيحب النبي طبعا اللي بيحب ام كنزي هو اللي يحط اللايك. ويا رب كل اللي يحط لي اللايك يتحط عند النبي ويزور النبي يا احلى اخوات في الدنيا. يلا بقى انتظر كومنتاتكم الجميله واستظر رايكم وقولي لي طبعا كلكم بتحبوا الشاورما ولا لا. طبعا انا مش عاوزه اطول عليكم في الفيديو. الفيديو طبعا مش هيبقى طويل لان احنا مش هنبقى قاعدين بناكل فيه زي ما انتم شايفين. انا صورت لكم بس الترابيزه بتاعت الاكل الغدا بتاعنا واليوم بتاعنا غدينا. طبعا زي ما انا معوداكم يا احلى اخوات في الدنيا شجعوني بقى في الكومنتات. وعاوزه الكومنتات بتاعتكم الجميله اللي دايما بتجبروا بيها بخاطري يا احلى اخوات في الدنيا واحلى عيله واحلى متابعين. طبعا انا قلت لكم مش هكبر غير بكم انتم اللي هتكبروني بكومنتاتكم ومشاهداتكم كامله للفيديو يا احلى اخوات في الدنيا. وعاوزه تفاعل يا حبايبي مع الفيديو بالله عليكم. تفاعل عشان الفيديو بتاعنا المشاهده يا حبايب قلبي ما بتبقاش حلوه خالص. عاوزه المشاهده وعاوزه التفاعل مع الفيديو. وكل اللي يفتح الفيديو يا جماعه حطوا اللايك. مش هتخسروا اي حاجه على فكره. اللايك ببلاش مش بفلوس. حطوا اللايك حبايب قلبي الناس الجميله حبايب ام كنزي اخواتي وحبايبي في الله احلى متابعين واحلى عيله واحلى اخوات حبايب قلبي. مش هقول لكم بقى. يلا بقى الكومنت الجميل واللايك الحلو يا احلى اخوات في الدنيا. محتاجه بقى رايكم في الكومنتات
طريقه الشاورما وتقديمه السفره بتاعتنا بتعجبكم ولا لا، واكلنا بيعجبكم ولا لا. زي ما انتم شايفين ده غدا متواضع جدا وغدا بسيط. طبعا اي ام بتتمنى لبنتها تطلب منها اي حاجه، فانا ما صدقت طلبت مني الشاورما، فكنت فرحانه ومبسوطه، وعاوزه اقول لكم كنت مبسوطه جدا يا حبايب قلبي وانا بعملها لها. هستنى بقى رايكم في الكومنتات، بتحبوا الشاورما اللحمه ولا الفراخ؟ يا احلى اخوات في الدنيا. طبعا انا بقرب لكم الكاميرا اهيت، طبعا الطبق مش محتاج اتكلم عنه كتير زي ما انتم ما شايفين. يا احلى اخوات في الدنيا، الطبق طبعا بيعبر عن نفسه. وشكل الاكل ده طبق البطاطس، طبعا شايفين الجمال والحلاوه. ويلا بقول لكم ما توحشوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.